لكن محمد كريم كان عنده تخوّف من نوع تاني قبل ما يبدأ تحضير الفيلم مع محمد عبد الوهاب، وهو إن معظم المطربين في الوقت ده وعلى حد تعبير محمد كريم نفسه إنهم كانوا بيقلبوا سحنتهم وهُم بيغنوا وعضلات وشّهم بتتقلّص وبيفتحوا بُقّهم بشكل كبير ومُنفِّر، يعني بالمعنى الدارج دلوقتي بيأفوروا، ولإنه ما كانش مركّز بالتحديد في النقطة دي وهو بيتفرّج عليه في المَرّة الوحيدة اللي شافه بيغني فيها في الحفلة اللي حضرها في الزقازيق في فيلة فكري أباظة، كان مصمم إنه يحضر له حفلة تاني عشان يشوف هل المشكلة دي موجودة والّا لأ، وبالفعل راح حضر له حفلة في مسرح حديقة الأزبكية، وكان قاعد في الصف الأمامي جنب واحد من أشهر المقاولين في الفترة دي اسمه محمد عبد الفتاح، وكان الراجل ده معروف عنه إنه ما بيفوّتش حفلة لمحمد عبد الوهاب في أي مكان، وبدأ محمد كريم يراقب انفعالات محمد عبد الوهاب ويشوفه بيغني إزاي ورياكشنات وشه، ويشوف رد فعل الناس اللي قاعدين حواليه عليه، لحد ما اتطمن إن محمد عبد الوهاب مش من النوع اللي بيبالغ في إظهار تعبيرات وشه وإظهار ردود أفعال مبالغ فيها.